السلام عليكم. اللي كيقول عاشوراء كيقول القريشلات الحلوين والقريشلات المالحين. درنا القريشلات الحلوين هذه يومين ولا 3 ايام بحال هكا. اليوم القريشلات المالحين 3 انواع بعجين واحد. خذ دابا الطريقه. هي 3 اشكال ديالنا. غادي نحتاجو نص كيلو ديال الفرص، 7 غرام ديال الخميره الكيماويه ولا اختار شي واحد، معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال لاموطارد، بيضه وحده، جوج ديال الفرماجات، 125 غرام ديال الزبده، تقريبا ربع لتر ديال الحليب و6 سنتيلتر ديال الزيت. غادي نخلطوا كاع العناصر من غير الخميره الكيماويه. دابا غادي نبداو كتضيفوا في الطحين تدريجيا وانتم كتجمعوا. ما غاديش تزيدوا الخماره لاننا غادي نقسموا العجين على 3، جوج غادي يكون فيهم الخميره وواحد ما غاتكونش فيها الخميره. داكشي علاش الخميره غادي نخليوه حتى الاخير تقريبا، حيت نديروا 3 ديال الشكالات. واحد الشكل ما غاديش تكون فيه الخميره غادي نحيدوه هو هذا، وغادي نديروه في الطاسه هذه. جوج كرات الاخرين غادي يكون فيهم الخميره. نديروا الخميره ديالتنا هنايا ونضيفوا عليها واحد شويه ديال الماء وندلكوها مع العجين ديالنا مزيان. شرب الا درتو العجين ديالكم بقى شويه فازك ماشي مشكل، زيدوا فيه شويه ديال الطحين غير يتجمع عليكم. دابا غادي نشكلوا الاشكال ديالنا. غنبداو بالشكل الاولاني اللي غادي نديروه دابا بالفرماج. دونك العجين الاول غادي نديرو فيه تحميره، القياس اللي غادي يلون لينا العجينه. وهنايا 100 غرام ديال الفرماج حمر محكوك، معلقه تكون عامره صغيره ديال لاموطارد، وشويه ديال الملحه، حيت غادي تجيك بحال الشيبس ملي غادي نقطعوها خاصها تكون ملحه ورقيقه. غادي تزيدوا التحميره ديالكم، شويه ديال الملحه، معلقه صغيره ديال لاموطارد والفرماج حمر، وغادي تخلطوا مزيان العجينه ديالكم حتى يندمجوا كاع العناصر. غادي نطلقوا العجينه ديالتنا نحربلوها بحال هكا، وغادي تحاولوا انكم تشكلوا بيديكم، ديروا بحال المثلث، غير ياخذ الفورمه ديال المثلث وصافي. صافي هكا بحال هكا. غادي ندخلوهم للثلاجه غير بيد ما يقبض، وغنجبدوهم باش نقطعوهم لهاد الشكل ديالنا. غتجبدوا البودان ديالكم من الثلاجه اللي شد في راسو، وغتجيبوا واحد السكينه حاده وغادي تحاولوا انكم تقطعوه. بغيت نوريكم من هاد الزاويه باش تشوفوه كيتقطع رقيق. هذا هو السمك، هذا هو السمك. وتجيبوا طابه لا تكونوا دايرين فيها بابيت كويسون وبداو تستفوا فيها لي شيبس ديالكم. دابا قطعتهم كاملين. غادي ندخلوهم الفران على درجه حراره 180 اللي غادي يكون ديجا مسخن من قبل، وغادي نخليهم نحطوا عينينا عليهم حتى يتحمروا لينا ونخرجوهم داك. بالنسبه للكره الثانيه اللي بقات لينا اللي فيها الخميره، غادي نديروا فيها لي زيبيناغ وغادي نديروا فيها البزار. لي زيبيناغ ديالنا رانا ديجا حيدت ليهم هاد الجديده هذه، حيدت هذيك اللي كتكون قاصحه. دابا غادي نقطعها طريفات صغيرين وغادي نشحرها مع شويه ديال الزبده والملحه في مقله. غادي نديروا الزبده وغنديروا لي زيبيناغ ديالنا اللي قطعناهم، تقريبا شي 100 غرام ديال لي زيبيناغ على حساب الكره اللي عندي، وغنزيد عليهم شويه ديال الملحه. نخليهم حتى ينزلوا لي زيبيناغ عاد نزيدهم على العجين. هنا من بعد لي زيبيناغ ديالي ما نزلوا غادي نضيفوهم على العجين ديالنا، وغادي نزيدو لي بزار ونعجنو مزيان حتى يندمجوا لي زيبيناغ في العجين ديالنا. هنا من بعد ما دلكت العجين ديالي، نحاول اننا نطلقوا واحد الطبقه رقيقه. غادي نجيبو سكين نحاولوا نديروا اشرطه مثلا. نحيدو هادي واحد الشريط نقطعو بالسكين، نجيبو بحال هكا ونبداو كندورو حتى كنديرو هاد التلويه هادي، ونجيبو الطاوه ديالنا اللي كنستفو فيها ونحطو فيها. غنبقاو غاديين على هاد الطريقه كنقطعو
رقيق وكنبرمو. الا عندكم وليداتكم صغار تجيبوهم يعاونوكم ويبقاو يلويو معاكم حتى هما. 7 ديولي غادي ندخلهم الفران على درجه الحراره 200، غنخليهم حتى غادي يتحمروا وغادي نخرجهم. بالنسبه للعجين اللي ما درناش فيه الخميره غادي نديرو فيه الزيتون كحل والهريسه على حسب الحروره ديال الهريسه. انا الهريسه ديالتي هنايا حاره بزاف، كيف درت غير معلقه واحده على حسب. اول حاجه غنديرو هو ان الزيتون ديالنا غادي نطحنوه في الطحانه الكهربائيه. غنطحن الزيتون، غادي نزيدو عليه الهريسه، غادي ناخذ العجين ديالنا وغادي ندلكوه في المدلك. غنحاولوا اننا ندير واحد المستطيل بالعجينه ديالتنا. دابا غادي نقادو الجوانب. حيت هاد العجينه غادي نقطعوها هكايا تقريبا يكون شي 6 سنتيمتر. نحاول ندير قد نجيبو الحشوه ديال الزيتون ونطلقوها هنايا، وغادي نحاول ندير البالميي بالعجين ديالتي اللوي هكا. نتومايا حنا اللوينه الاولى، نزيدو نلويو الثانيه. نتوما كتلويو نتوما كتدخلوا مزيان. غنجيو من الجهه الاخرى ونديرو نفس الشيء، نلويو ونعاودو نلويو ندخلوا العجينه وجيبوا لعند هذه. دخلوا العجينه وجيبوها هكا. نحاول نقادو حتى نستفهم كاملين هنايا باش ندخلهم للفريغو يجمدوا، عاد نقطع فيهم. وها هو الملح ديالنا واجد. لا البالميي بزيتون كحل، ولا الصبيعات اللي درنا بلي زيبينار، ولا لي شيبس اللي كيجيو منسبين بالفرماج حمر. 3 ديال الاشكال بعجينه وحده، خفيفين ظريفين. شكرا بزاف على المشاهده، نتمنى انني نكون فاتكم. ما تنساوش ديروا لايك وابوني لاشين. سلامه.